قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر، وانتظروني في أحدث الأفلام المثيرة والحصرية على قناة أفلام منى العادي. بيبدأ الفيلم بكايلي اللي بتكون قاعدة بتصور الطلبة علشان تحط صورهم في الكتاب السنوي بتاع المدرسة، وساعتها بتشوف كريس مدرس اللغة الإنجليزية بتاعهم وبتركز عليه وبتاخد صور كتيرة له لأنها بتكون معجبة بيه. وبتيجي تريشا برنسيسة المدرسة وبتقول لكايلي أنا عارفة إنك معجبة بيه بس أنا هاخده منك كده كده. ولما الحصة بتبدأ كل البنات بيكونوا مبسوطين لأن كريس هو اللي هيدرس لهم، وبيكون كريس اللي هو مدرس اللغة الإنجليزية الكراش بتاع كل بنات الفصل. وبعد ما الحصة بتخلص كريشة بتقف مع كريس وبتقعد تعاكسه من فوق لتحت، وبنلاقي كايلي بتاخد بعضها وبتروح لراني وبتسلم عليها وبيتكلموا شوية، وبتعرف منها ان هي بتكون بنت كريس وان كريس ده هو ابوها، اما امها بتكون متوفية. وكايلي بتبدأ تتقرب منها وتعرض عليها انها تروح لها بيتها علشان يذاكروا مع بعض، وكانت شايفة ان دي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها هتقدر تتقرب من كريس. وبعد المدرسة بنلاقيها بتروح تاخد صور لكريس وبتكون مهتمية بيه على الاخر. ولما بتروح البيت بتلاقي امها بتحضر نفسها علشان هتخرج مع واحد في عشا رومانسي، وكمان بتلاقيها اشترت هدوم جديدة علشان تخرج بيها. وفي نفس اليوم بتقعد كايلي لوحدها في الأوضة وبتخيل نفسها مع كريس وان هو يعني بيعمل عسل بالقشطة معاها. وتاني يوم في المدرسة كريسة بتحاول تعاكسه وتتقرب منه بكل الطرق، لكنه هو بيكون محترم وعلى نياته ومش فاهم اي حاجة من التلميحات اللي هي بتعملها. وبعد المدرسة كريشة بتبقى عارفة انها مش هتعرف توصل لكريس، فبتروح تقعد مع راني بنته علشان تتصاحب عليها. هو كايلي ساعتها بتشوفهم وهم قاعدين وبتتضايق جدا، ولما بتمشي كريشة بتروح لراني وبتقول لها تاخد بالها من كريشة لانها مش متربية خالص، وان تاريخها مع المدرسين مش لطيف، وانها نامت مع مدرسين قبل كده، وانها حاولت تتقرب من مدرس التاريخ لكنه بسببها اترفض في نفس اليوم. ولما كايلي بتروح بيتها بتكلم راني وبتتصل عليها وبتقول لها ان هي هتتم 18 سنة قريب وهتعمل حفلة عيد ميلاد صغيرة في البيت، وبتعزم راني علشان هي وكريس يروحوا ليها بيتها. وفي وسط الكلام كايلي بتسأل راني عن ابوها، بتقوله ايه تاريخه مع الستات واكيد يعرف واحدة كده ولا كده، فقالت لها فعلا انه اليومين دول بيخرج مع واحدة. وفجأة الباب بيخبط وبيطلع كريس هو اللي بيكون بيخبط على الباب، وهو اللي بيخرج مع امها كل يوم. وطبعا كايلي ما بتكونش طايقة الوضع لانها بتكون غيرانة على كريس جدا، فبوظت القعدة بتاعتهم ودلقت مية على هدوم كريس، وكان لازم يبات عندهم الليلة علشان الهدوم تنشف. فبتعتذر ليه كايلي وبتحاول ان هي تدخل هدومه المجفف علشان تنشف، وهما التلاتة بيكونوا قاعدين على العشاء. بتكون كايلي مش عارفة تنزل عينيها من على كريس وبتكون مهتمية بيه قوي ومركزة معاه طول ما هو قاعد على العشاء معاهم. وبالليل بتلاقي امها وكريس قاعدين في جو رومانسي وبيعملوا بوس مشبك، فبتعمل صوت قوي وكبير وقال ايه ان في فار دخل اوضتها علشان تشتت انتباههم عن بعض وتقعد معاهم. وتاني يوم كريس بيعرض عليها انه يوصلها للمدرسة وهو بياخدوا راني وهم في طريقهم. بعد كده كايلي بتقابل راني وبتقول لها انت ليه بتقابلي كريشة وانا محذراكي منها، فقالت لها ان هي ملهاش دعوة باللي حصل لمدرس التاريخ، بتقول لها ان كريشة بنت محترمة وان هي بتتبلى عليها. فساعتها كايلي بتتجنن انه بتاخد بعضها وبتمشي. وبعد كده بتروح تتخانق مع كريشة وبتقول لها بعيدي عن راني، لكن كريشة ما بتعبرهاش. وبالليل كايلي بتقعد تاخد صور ليها بتكون مخلة للاداب، ولما بتروح المدرسة وتفتح الخزنة وبتلاقي نفس الصور اللي هي صورتها لنفسها بتقع من الخزنة، وبيكون واضح قوي ان هي اللي عاملة المقلب ده. وبتاخد الصور وبتطلع على كريس وبيحاول ان هو يهديها ويطمنها ويقولها ان هو هيجيب اللي عمل كده. وبعد كده بنشوف ام كايلي وهي بتجهز نفسها علشان هتخرج مع كريس، وكايلي بتوريها تليفونها الخاص وبتوريها كمان الرسائل اللي اترسلت ليها من كريس. ام كايلي لما تشوف الرسائل اللي اتبعتت لبنتها عن طريق كريس وبتلاقيها رسائل مش تمام بتعرف ان هو شخص مش محترم وبيستغل طلابه، فبتطرده من البيت. وكايلي بتكون شايفه اللي بيحصل وهي في اوضتها وبتكون مبسوطه جدا لانها طيرت امها من كريس، وبتكون كايلي هي اللي بعت الرسائل دي اصلا. تنزل كايلي لكريس وهو في العربيه وكان بيحاول يفهم منها ايه اللي حصل لانه ما شافش الرسائل دي خالص، لكن البت بتبقى اشطر من امها وعرفت توقعه، وكلمه منها على كلمه منه والاتنين عملوا بوس مشبك في العربية وقلبوا على عسل بالفواكه على السرير. وبالليل كايلي بتدخل اوضتها وهي طايرة من الفرحة عشان عملت اللي هي عايزاه. وتاني يوم في المدرسة كريشة كانت لسه بتحاول تقرب منه بكل الطرق، لكن فجأة مدير المدرسة بيقطع عليهم اللحظة. في نفس اليوم بتكون حفلة عيد ميلاد راني، وكايلي بتروح تصالحها وبتديها هدية غالية، وبتطلع على طول على كريس وبتستفرد بيه وتعمله لحظة اغراء، وهو زي العبيط بيضعف قدامها وبيعملوا واحد عسل بالقشطة لذيذة على السريع. لكن ساعتها راني بتدخل عليهم وبتشوفهم في الوضع ده وبتاخد بعضها وبتطلع تجري من الأوضة، وكريس بيحاول يمنعها لكنها بتجري منه وبتقوله انه كايلي بنت مش كويسة وان هي ملهاش دعوة بابوها ومش هتكلمه الا لما يغير نفسه الاول ويبعد عن كايلي. وتاني يوم راني بتكلم ام كايلي وبتتصل عليها وبتقول لها على كل حاجة. وفي المدرسة كريس بيحاول ان هو يتكلم بنته لكنها بتبعد عنه ما بتكلموش خالص. وبعد المدرسة ام كايلي بتخش على كريس وبتديله قلمين وبتاخد كايلي وبتمشي من المكان. ولما بيطلعوا كايلي بتقول لها ان هي ما بقتش صغيرة وممكن تعمل اللي هي عايزاه
عايزاه، وبتقول لها ان هما الاتنين بيعملوا كل حاجه مع بعض وبيحبوا بعض. لكن بنلاقي كريس بيواجه بنته وبيعتذر عن اللي عمله، بيقول لها ان هو مش هيبقى ليه اي علاقه بكايلي وان هو هيبعد عنها، وبيبان على راني ان هي سامحته فعلا. وتاني يوم كايلا بتكلم كريشة عشان تقابلها بعد المدرسه، ولما كريشة بتروح تقابلها كايلا بتقول لها ان هي تبعد عن كريس لانها لو ما بعدتش هتوديها في داهيه. وفعلا كايلي بتبدا تضرب في نفسها وكسرت صابعها علشان تلبس كريشة في مصيبه، وساعتها بيجي كريس وكريشة بتاخدها الشرطه وبتلبس في قضيه. اما كريس بياخد كيلا وبيطلع بيها على المستشفى. وفي المستشفى راني بتقولها ان علاقتها بابوها خلصت خلاص ويا ريت تبعد عنه وتروح تشوف نفسها وتدور على بوي فريند تسلي نفسها بيه. وكايلي بتقول لها خلاص ان هي هتبعد عن ابوها وبتعتذر لها عن كل اللي حصل، لكنها بتقول لراني قبل ما تمشي ان هي عايزه تقابل والدها على انفراد. ولما كريس بيدخل عليها الاوضه بتقوله ان الطريق فاضي لينا دلوقتي وهنكمل مع بعض الايام اللي جايه. لكن كريس بيصدمها وبيقولها ان هو هيبعد عنها ومش عاوز يشوف وشها تاني، لكنها بتقوله ان هي هتفضل وراه وان هو هيشوفها كل يوم في المدرسه. فبيقولها ان هو هيسيب شغلانته وهيروح مدرسه تانية، وبيتجاهلها وبيسيبها تكلم نفسها وبياخد بعضه وبيمشي. لكنها بتلاقي جنبها مشرط بتاخده وبتمشي من المستشفى وبتروح المدرسة. وفي المدرسة كايلي بتطلع على راني وبتطعنها في بطنها علشان تخلص منها وما بيبقاش قدامها غير كريس وبس. وبتخش على كريس في الفصل وبتحاول تخليه يرجع لها وعاوزاه يعمل معاها عسل بالقشطة، لكنه بيرفض وبيزقها، لكنها بتعرف تزقه وبيغمى عليه. وساعتها عامل المدرسة بيسمع صوت جاي من الأوضة وبيخش يلاقي كايلا قاعدة على الأرض وعاملة نفسها ان المدرس اعتدى عليها. والراجل ساعتها بيخرج من الأوضة علشان يروح يتصل بالشرطة، لكنها بتكون خبيثة وبتمشي وراه وخلصت عليه وجريت ورا راني علشان تخلص عليها. لكن راني بتعرف تهرب منها وبتنقذ نفسها، والاسعاف بيجي وبياخدهم كلهم. وبعد فتره بنشوف كريس وبنته وهم في مكانهم الجديد وبيتهم الجديد وبيروحوا المدرسه مع بعض. وبتكون في بنت واقفه بتراقبهم لابسه جاكيت وبتكون هي كايلا اللي بتكون اتهوست بالمدرس ده. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وانتظروني في احدث الافلام المثيره والجديده. دعمكم يهمنا علشان نستمر في تنزيل الافلام على قناه منى العايدي.